اقول لك على حاجه وخدها مني الجمله دي، خليها في قلبك. على قدر استقامتك في شعبان هتتلذذ بالعباده في رمضان. اطلع مني النهارده بالكلمتين دول. على قدر استقامتك ورجوعتك وتوبتك في شعبان هتتلذذ بالطاعه في رمضان، هتتلذذ بالحب والقرب والمناجاه في رمضان. اطلع بيها دي. إن القلوب بها سواد نريد أن نزيله بالقرب والتوبة والرجوع والصدق والعبادات. جاءنا شهر فضيل مقدمة لأفضل الشهور تهيئة للقلوب والنفوس إلى شهر رمضان. العلماء بيقولوا اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قبل ما بنصلي الفريضة بنصلي قبلها سنة وبنصلي إيه؟ بعدها سنة. العلماء بيقولوا شهر رمضان في قبليه سنة وفي بعديه سنة. في قبليه صيامك لشهر شعبان وفي بعديه تصوم 6 من ايه؟ من المحرم من شوال. يبقى فيها سنة قبليها ايه؟ وفي سنة بعديها. تعال نشوفوا شهر شعبان. الناس بتسأل في رجب اصوم السؤال تعالى بقى اللي كان عمال يسأل في رجب تعالى بقى معايا بقى. عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. كان معتدل عليه الصلاة والسلام. يعني مرة تشوفه بيصوم ما بيبطلش، مرة تقول بيبطل ما بيصومش. هو معتدل في حياته. بص هتقول ايه بقى؟ قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ما صامش شهر كامل إلا رمضان. بص هتقول ايه بقى؟ قال: وما رأيته أكثر صياما في شعبان. يعني عائشة رضي الله عنها بتقول رمضان بيصومه كله، وأكثر شهر هي شافته بيصوم فين؟ الناس بقى اللي بتدور على الصيام ايه. وفي رواية عند مسلم تقول عائشة رضي الله عنه: كان يصوم شعبان كله إلا قليل. العلماء قالوا إلا قليل دي اليوم الأخير بس، هو يوم الشك. بعض العلماء قالوا كده للنبي أنها عن اليوم ده. وعند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أسامة بن زيد قال: يا رسول الله لم أراك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. بصوا بيراقبوا النبي ازاي عليه الصلاة والسلام، شايفين بيعمل كل حاجة بيعملها شايفينها. بيقول له: انا ملاحظ كده ان انت بتصوم في شعبان. بيقول له: يا رسول الله ما لي اراك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. اشمعنى يعني؟ بص هيقول له ايه بقى، وده حديثنا النهارده. قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس. يبقى الناس عايشه في غفله ولا مش عايشه في غفله؟ في الشهر ده بالذات. ده مين اللي بيقول كده؟ ده نبيكم مش انا. قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم.